شعب صادق، شعب قادر، شعب هادر، شعب حب وهدى حبيبته بأجمل ما فيه، ورغم الانكسارات حافظ على جمر الثورة جوه قلبه، وقوده شباب قدم عمره هدية للعروسة بهية جميلة الجميلات. يا دي الميدان. الجندي كان عايز ايه؟ شاب حقق في سنين عمره القصيرة اللي محققوش غيره في سنين طوال. محمد الجندي ابن طنطا لف العالم، رجع عشان يتقتل في بلده. ليه؟ يا ترى كنت عايز ايه يا محمد؟ كان حد مخلص، كان عنده موهبة في التأثير في من حوله. أعرف محمد من قبل ما أشوفه. كنت في حملة دكتور محمد بيومي، حملة انتخابية بتاعت مجلس الشعب، واحنا بادئين من زمان، يعني أنا من أوائل الناس اللي ابتدوا الحملة معايا. جه في آخر 4 أيام كده أسمع الجندي مشتغلوش زي الجندي ليه يعني. كان ضمن 500 اسم متسجلين على النت للدخول حملة البرادعي. فكلمته في التليفون، أستاذ محمد الجندي، قال لي أيوة. قلت له أنا اسمي ولاء عبد الهادي، منسق إعلامي لحملة البرادعي في الغربية. فضحك قال لي هي الحملة بتجيب أصوات حلوة كده. محمد كان بالنسبة لي مش مجرد ابن عمتي، محمد كان صاحبي قبل ما يكون ابن عمتي كمان. محمد هو ابني البكري وهو وحيدي، معنديش ولاد تانية غيره. ومحمد كان إنسان جميل من جوه كإنسان، فكان بينعكس ده على تصرفاته. محمد كان من النوع الهادي جدا. كان آخر لقاء بيني وبين محمد الجندي كان في ذكرى المولد النبوي الشريف. كان داخل معاه علبة حلويات كده، وكان بيمر على الغرف بيوزع حلويات. هو شاب طيب جدا، خلوق، طموح، كان بيحلم للبلد دي بحاجات كتير قوي وكان نفسه يحققها. محمد انا يعني بقول عليه ان هو حد استثنائي دخل حياتي فجأة، ووصلنا لمرحلة مع بعض كأن احنا نعرف بعض بقالنا مثلا من 20-30 سنة واحنا اصحاب. محمد كان رجل حد طاهر جدا، نقي جدا، ابيض جدا، حتى في اتفاقه وخلافه مع اي حد. لمست فيه طيبة الاطفال اللي احنا بنبقى بنتمناها، ووجود جزء من الانسانية تقريبا شبه نادر اليومين دول. محمد كان بيتعامل مع كل البني ادمين اللي كان يعرفهم او ما يعرفهمش بمنطق واحد، ومنطق الانسان. معاملتي معاه في الشغل مش كتيره، بس كان من اكتر الناس اللي بحبها في المقر ده. انبل وانقى شباب الصوة اللي الواحد عرفهم في حياته. هو علموني اللغة وفهمت في لغاك، لفت بلاد الله وارتحت في سماك. وعلموني اللغة وفهمت في لغاك، لفت بلاد الله وارتحت في سماك. قولي يا حمام ما عششتش ليه؟ فضلت طاير وحاير من سما لسما، سلاحك البسمة وزادك الإيمان، وآخرها
كان مرشد سياحي ناجح، بيجيد 3 لغات، لف العالم كله تقريبا ما عدا 5 دول. محمد كان مخلص للفكر، مخلص للفكرة نفسها، ونشيط جدا، بيشتغل يعني تحس انه 2 في 1 بيشتغل. كان بينزل وقفات، يعني كان اياميها ما كانش مثلا في اسكندريه او كده، بس كان بينزل وقفات وبيعمل بينظم سلاسل، و ايام احداث خالد سعيد دي كلها كان مشارك فيها تقريبا يعني. محمد دخل الكلوز فريندز عندي من قبل ما يتوفى ب4 شهور. للاسف ان انا ما عملتش ده قبل كده يعني، ولسه في كلوز فريندز لحد دلوقتي على الفيس. لسه فاكره اخر مره شفته فيها كان يوم 11 يناير السنه اللي فاتت، قبل ما يختفي بحوالي 15 يوم. كنت في القاهره كالعاده، وانا بالنسبه لي القاهره يعني محمد الجندي، يعني انزل القاهره لازم اتصل بيه ولازم اقول له ان انا موجوده وتعالى عزمني في اماكن بنحب نروحها سوا. كان بيحب حاجات كتيره قوي يا بنتي، يعني كان ممكن يعمل 5 شغلات في وقت واحد، ودي حاجه انا كنت بستغرب لها. كان بيحب بلدنا، بيحب التاريخ المصري، بيحب الآثار. شاب ثوري نقي، وكان دايما في وسط الأحداث، ودايما مش ظاهر، يعني دايما مؤثر وفعال، وفي الأرض وفي الميدان وفي الاعتصام، لكن مش دايما هو اللي عاوز يبقى في الواجهة يعني. لما نزل ميدان التحرير عشان يجيب حق الناس، ما كانش نازل عشان نفسه. في قعده مع محمد كنت بقول له هو يا محمد انت ليه انت لفيت دول العالم كلها، ليه ما تسافرش في اي دوله تانية انت ليك يعني تقدر تشتغل فيها بدل الاوضاع الصعبه اللي احنا فيها؟ قال لي انا معايا فيزا لاكتر من دوله، بس انا مش هسيب بلدي غير لما اشوفها احسن من الدول اللي بره دي. يعني انت في ايديك انك تعيش بره، فعيش بره. لا، وسيب مصر لمين؟ سيبكوا لمين؟ انا مرتبط جدا ببلدي وباهلي وبصحابي. انت ليه مش روح سافر، روح سافر، بلدي مفيش منها امل يعني. سافر انت. انا عارفه انه ما كان معايا ممكن يروح امريكا في اي وقت، وكان معاه فيزا مفتوحه ممكن يروح يعيش هناك. كان يقول لي انا لو رحت وانتي رحتي ومش هينفع. محمد من الناس اللي سافرت بره كتير، ومحمد لما طلع بره شاف يعني ايه ان البني ادم يعيش في بلده محترم، وهي دي كانت ازمه محمد مع مصر تحديدا. محمد ما كانش عنده ازمات اقتصاديه ولا عنده ان هو مش شغال. محمد كان شغال في شركه سياحه، وبعدين بدا يعمل شغله الخاص في مجال السياحه، فتح سبا في اسكندريه خاص بيه وكان شغال كويس. كان الاول على الغربيه في الابتدائي، كان من اوائل برضه في الاعداديه، حتى في الثانويه العامه. كان بني ادم طيب جدا، ممكن نقول عليه زي اليمامه كده. كان شديد الإخلاص وشديد يعني الحب للكل، وكان شديد كمان الحماس لأنه البلد دي تطلع لقدام، لأن البلد دي تخلص من الكوابيس اللي عمالة تيجي على قلبها وصدور ناسها. يمكن محمد كان بالنسبة لي زي طيف، الطيف اللي انت بتعرفه وبيمشي بسرعة جدا وبيسيب أثر إنساني مش قادر يعني ايه تنساه. بقول لك كان شعلة، ما تحسيش ان هو انسان طبيعي قدامك. لما نزلت الارض ما لقيت مكان ليا، ظلم الفجارة اتمد وفتشوا النية. لما نزلت الارض ما لقيت مكان ليا، ظلم الفجارة اتمد وفتشوا النية. ابن عمرها، إزيس المصرية، ابن الفطرة البسيطة، مر على الدنيا زي نسمة، زي بسمة، وكأنه كان لازم يبقى محمد الجندي. قبل ما يموت تقريبا بيوم
فرحت له جنب الكمبيوتر وعيطت، قلت له انت ناقصك ايه؟ الشقه موجوده، الشبكه موجوده، البدله اللي هتروح تقرا بيها فتحتك موجوده، وانا ما هدي لك مبلغ كبير. وهو كان عامل مشروع، على فكره انا كنت عامله له مشروع تجاري قصاد نادي سموحه في اسكندريه. انا جت فتره ان انا ما كنتش شغال، فاللي كان بيدور لي على الشغل كان محمد، واللي كان مهتم بفكره ان انا لازم الاقي شغل ولازم يبقى ليا حاجه تانية غير الشغل في السياسه والكلام ده. كان محمد هو اللي كان بيجيب لي الشغل ويقول لي ودي ويخليني اروح اعمل انترفيوهات، وهو اللي يتابع معايا اكتر ما كنت انا مهتم بده شخصيا يعني. انت عارفه لما بيبقى عندها واحد يا بنتي تبقى عايزه تسترضاه تراضيه، وانا كنت بعمل كده معاه. لكن هو كان في عايز الاول مصر، وبعدين بعد كده لما مصر تستقر انا هستقر. رفض محمد الجندي للظلم اللي ابتدى معاه من يوم طفولته كبر وفضل يكبر اكتر جواه يوم بعد يوم، وحلمه بالحرية ظهر وفرع يوم 25 يناير، لقى نفسه بيترمي في حضن الناس. بدأ حلم التيار الشعبي، وبدأنا نشتغل مع بعض في طنطا على تكوين التيار الشعبي لحد ما جينا القاهرة هنا وطلعنا مركزية التيار. قابل حمدين صباحي في اسكندرية وأعجب بأفكاره، وقال لي يا ماما احنا هنعمل حاجة اسمها التنظيم التيار الشعبي. قلت له ايه أهدافه؟ أنا كنت أحب أتحاور معاه يعني. ايه أهدافه؟ قال لي انت مش بتحبي عبد الناصر وبتحبي أيام زمان؟ قلت له اه. قال لي أهدافه بقى هترجعك لأيام زمان دي. بدأ يبقى في تواصل بشكل مستمر بيني وبين محمد ولجنة التنظيم ككل. قربت منه، قرب مني بحكم ان انا موجود هنا في الفترة دي، كنت مسؤول لجنة اتصال، فكان في تعاون مشترك بيني دايما انا وهو. بالمناسبة محمد في يوم المظاهرة الأولى قدام الاتحادية اللي عملناها بعد الإعلان الدستوري، وكانت مفاجأة يعني للكثيرين إنه في ملايين نزلت في هذا اليوم، محمد كان صاحب الفضل في إنه العربية اللي كان عليها الميكروفون تقدر توصل، لأنه هو العربية دي كان هو موجود، هو وصديقنا فادي اسكندر وصديقنا محمد عبد العزيز عليها، وفادي ومحمد ما يعرفوش مداخل مصر الجديدة وهم كانوا جايين متأخر بحكم زحمة الطريق. اللي عرف يخلي العربية توصل رغم هذا الزحام الواسع محمد من خلال تخريمات، كام تخريمة عملها جوه مصر الجديدة. ما قربتش منه قوي غير في اعتصام الاعلان الدستوري اللي كان في ميدان التحرير. محمد كان مسؤول الاعتصام وكنت بساعده ساعات كتير في موضوع الإعاشة وإن احنا نساعد الناس في الخيم والبطاطين والحاجات اللي بنخلي مسؤولية الاعتصام يعني. محمد ما كانش ولا مرة ياكل غير لما يوزع الإعاشة بتاعة الشباب كلها، وحتى لو فضل له حاجة بسيطة كنت اقعد اقول له يا محمد شيل اكل ليك، محمد شيل اكل ليك، يقول لي مش مشكلة، اهم حاجة الناس تاكل. كان حصلت مشادة ما بيني وما بينه بسبب ان هو انا كنت بحاول اوفر له لو هو محتاج في الاعتصام بطاطين، محتاج اكل، حاجات من هذا القبيل. فهو اتصل بيا في يوم قال لي انا محتاج بطاطين. قلت له العدد قد ايه؟ فقال لي العدد، فانا جبتهم له. تاني يوم اتصل بيا قال لي انا محتاج بطاطين. قلت له ليه يا محمد، انا مش لسه جايب امبارح؟ قال لي لا حرام، الدنيا برد والناس بطانيه واحده مش كفايه. فرحت جبت له بطاطين. بعديها بيومين لقيته بيتصل بيا تاني قال لي محمد انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي انا محتاج بطاطين تاني. قلت له ليه يا محمد؟ قال لي اصل بطانيتين مش كفايه، الناس محتاجه بطانيه تتفرش تحتيها لان الدنيا بتبقى برد جدا بالليل. فقلت له طبعا شدينا مع بعض شويه في الكلام، قلت له الناس جايه اعتصام ولا جايه تتدلع او قال لي اهم حاجه ان الناس لازم تبقى مستريحه وهي قاعده. المهم انا اتصرفت في البطاطين وجبتها له. فجيت بعديها بيوم تاني، اليوم ده كان الصبح، كان في ضرب غاز كتير جدا عند في المنطقه بتاعت عمر مكرم مكان الخيم بتاعتنا. محمد كان نايم جوه الخيمه، ففي قنبله دخلت جوه الخيمه وهو نايم، فخد الغاز كله. خد الغاز كله وهو كان نايم، يعني هو صحوه قالوا له ده في قنبله جوه الخيمه، هو ما كانش حاسس من التعب
فكان نايم. المهم فاليوم ده محمد انا ما اعرفش كل اللي حصل ده، فهو كلمني اخر النهار بيقول لي تعالى اقعد مكاني علشان انا عايز اسافر طنطا لان انا تعبان جدا. قلت له طيب يا محمد انا في الشغل هخلص شغل واجي لك. فرحت لمحمد، كانت الساعه حوالي 9-10، لقيت محمد نايم جوه خيمه صغيره متغطي ببطانيه واحده. كان نايم على الارض، يعني ما كانش في حاجه اصلا تحتيه، كان نايم على الارض. وحواليه يعني هي الخيمه مساحت، يعني الخيمه ما تاخدش بني ادم اصلا، وكان حواليه الاكل بتاع الناس، وهو نايم في وسط الاكل ومتغطي ببطانيه واحده. فبقول له يا محمد يعني انت تعبان وفي بطاطين، والمفروض ان انت قايل لي احنا كل واحد بطانيتين وبطانيه تحت. قال لي ما هو مش مهم. قلت له ما خدتش ليه بطاطين طيب اتغطيت؟ قال لي لا ما هوش مهم انا، المهم الناس. هندور فين؟ هنروح لمين؟ الاسم ده، المستشفى دي، معسكر الجبل الأحمر، مستشفى الهلال، العناية المركزة. 27 يناير احنا كنا مع بعض في الميدان معظم اليوم. انا كنت المفروض ان انا موجود هنا في الطيار كغرفة عمليات متابعة 25 واحداثه وفعالياته على مستوى الجمهورية، وهو كان من الناس الميدانيين اللي بيشتغلوا في المسيرات واللي بيشتغلوا في الحاجات اللي احنا بنعملها في الشارع. المفروض ان هو كان يرجع على السكن بتاعه، ما رجعش. فلحد ما وصلت طنطا كانت حوالي الساعة 3-4 العصر، كان محمد لسه تليفونه مقفول. فبدأت أكلم الناس، بدأت أتصل بزمايلنا هنا في القاهرة، حد في أخبار عن محمد، فقالوا محمد المفروض إن هو قايل إنه هيبقى موجود في المسيرة اللي هتبقى طالعة من السيدة زينب رايحة لمجلس الشورى يوم 28 يناير 2013. اتحركنا بالمسيرة من ميدان التحرير من عند تمثال عمر مكرم لحد مجلس الشورى. دخلنا في الشوارع الجانبية لغاية ما وصلنا لمجلس الشورى، ومجرد ما وصلنا لمجلس الشورى اتضرب علينا خرطوش. بدأت بقى رحلة البحث عن محمد الجندي في محيط ميدان التحرير، آخر مكان عمل تليفون منه. يعني أول ما نزلت القاهرة عديت على المستشفى الهلال، سألت فقالوا لي إن هو مش موجود. في معسكر الجبل الأحمر لقيت أهالي كتير قاعدين قدام المعسكر، برضو زينا زي حالاتنا كده، بيدوروا على ناس تبعهم. ابتديت أسأل عن محمد زي كل مرة، ومتوقع الجواب مش موجود. وقفنا على البوابة، العسكري هناك معاه كشف بأسامي الناس اللي جوه المقبوض عليهم، فدورنا في الكشف فما لقيناش اسم محمد موجود. كان عندي إحساس كده إن محمد موجود جوه في المكان ده بالذات، المكان ده الوحيد اللي حسيت إن محمد جوه بيقول لي الحقني. فبدأنا نتكلم مع العساكر والأمناء اللي موجودين من الناحية الإنسانية، أمه هيحصل لها حاجة يعني، طب طمنونا بس قولوا لنا إن هو جوه. فلقينا واحد منهم بيقول والله هو احنا في ناس عندنا لسه ما اتسجلتش. انا اديت 10 جنيه كده لاحد العساكر الموجودين وقلت له ادخل دور على محمد. العسكري للاسف دخل وما خرجش خالص. في الوقت ده طلع مجموعه من المفرج عنهم، فاحنا بشكل تلقائي جدا جرينا عليهم، يا جماعه الصوره دي صاحبها موجود جوه، الصوره دي صاحبها موجود جوه. فتقريبا من 5 ل6 بني ادمين من اللي كانوا مقبوض عليهم، اللي قال واللي قال لا، لحد ما في 2 زعقوا فيهم وقالوا لهم انتوا بتكذبوا ليه؟ الراجل ده موجود جوه، دماغه مفتوحه، كل شويه العساكر تدخل تاخده، يعملوا عليه حفله بره ويرجعوه مغمى عليه او فاقد الوعي. واللي اكد لنا ان هو محمد، انه واحد منهم قال ده حتى معاه نضاره بس مكسوره، هو لابس نضاره بس النضاره بتاعته مكسوره. وواحد منهم قال الحقوه عشان الواد ده بيموت جوه. قتلوني ولسه النبض يصرخ يا حرية، يصرخ يا حرية، يصرخ يا حرية. مات الجدع من شدة التعذيب، مات الوليد
رافض الترهيب. ولما جينا نستفسر عن الحالة قالوا حادثة سيارة، بس الحقيقة دخلت المستشفى الساعة 4:30 العصر تقريبا. في الأول أول ما دخلت بقول لهم محمد، فقالوا لي نبيل الجندي موجود فوق في العناية المركزة الدور التاني. كنت في حالة ربنا ما يوريها لأي إنسان يا رب. كنت في حالة انعدام وزن وعقل وجسد وكل شيء. كنت لا أتذكر إلا إني في حضرة ربي وأنا قاعدة جنبه. وانا الحقيقه انا رحت اول يوم لما عرفنا انه محمد موجود، لم اجرؤ ان انا ادخل الاوضه عشان ابص عليه. ما قدرتش يعني اتحمل ده لا انسانيا ولا نفسيا، وما رحتش غير اخر يوم في يوم وفاته، يعني عرفت الخبر واحنا موجودين هناك. ولما ظهر محمد في مستشفى الهلال، انا شفته اول مره اول يوم، وكنت كل يوم بروح وما قدرتش اطلع تاني. 3 فبراير الساعة 2:30 بالليل اتبلغت أنا وحسام مؤنس ورياض حداد إن محمد توفى. كنا حاسين ان الفرح او الحلم بتاع محمد قريب قوي. كنا بنقنع بعض كلنا ان 25 يناير 2013 هو نهاية الاخوان ان شاء الله. طلع نهاية واحد مننا احنا. واللي قتلني جبان ومسيره للقضبان، اللي قتلني جبان ومسيره للقضبان، وانا اللي مت الآن عايش في كل زمان، عايش في كل زمان. يما 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 ومش قلقان، يما ومش قلقان. اللي كان ملاحظ ان احنا كان بينزل لنا ناس من المستشفى يأكدوا لنا ان محمد جالهم الساعة 7 يوم 27 بالليل الساعة 2:30 في حادثة، وانتوا مين اللي قال لكم ان هو متعذب في الداخلية، وان انتوا الكلام ده انتوا بتقولوه ازاي؟ يطلع وزير العدل بعد كده يقول محمد مات في حادثة عربية، ووزير الداخلية هو اللي قال يقول كده. ايه الناس دي؟ شكل كان واضح ان كان في اعتداء من كذا ناحية وبطرق مختلفة ومن جهات متعددة على جسمه. طبعا الموضوع كان فيه يعني تفاصيل كتير مش مفهومة تجعل الشك يعني في انه ما جرى لمحمد مدبرا اكبر بكثير من احتمالات انه تعرض له اي حاجة تانية. فحصنا جسده لقينا فيه اثار كتيرة لا تصلح الى انها تكون تعذيب، وده كان راي الاستشاري بتاع العنايه المركزه في مستشفى الهلال يوميها اللي كان نبطشي مع النايب اللي كان هناك. قال لي احنا شفنا كتير من الحوادث اللي زي دي ايام 25 يناير وهي نفس الشكل، وطبعا كان باين حاجات في اتجاهات مختلفه، ردود، كسور، مش كما قيل حادثه عربيه، ما بقاش الشكل كده. ورد الجناين مش بس فتح يا مصر، لا كمان بيوزع ورد في شوارعك يا مصر. حق محمد هو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. حق محمد هيرجع، مش بس ان انا القصاص من اللي قتلوه، بس انا شايف ان حق محمد هيرجع لما اخلي البلد دي زي ما هو كان بيحلم. حق محمد لسه ما رجعليش ولا حقي على الدولة اخذته، لكن حق محمد ما جاش، والدليل ان اللي مسؤول عن قتله لسه وزير داخلية لحد دلوقتي.
لا محمد ولا غير محمد حقه رجع. ما وحقهم مش هيرجع مش بس بمحاسبة المسؤولين عنهم، حقهم هيرجع بانه حلمهم نفسه يتحقق ان شاء الله. اما حق محمد فهو قانون، ان يعترف القاتل بما اجرم. حق محمد هيرجع، وحق اللي زي محمد كتير هيرجع. إذا كانت دولة الظلم ساعة فهتفضل دولة الحق إلى يوم الساعة. دم محمد في رقبة محمد مرسي. أني أرى عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. دي حسيت إن إحنا كلنا هنموت ومش هيبقى لنا تمن. هيقولوا مات الجندي؟ قول لهم لا ده عايش، ما الجنة لا فيها موت ولا بتندخل ببلاش. محمد نبيل الجندي، محمد في السماء، نبيل الصفات، جندي ضحى لأجل مصر. سم الفراق في البدن ما عادش له ترياق، وبيبعدوك يا وطن وافضل وجع مشتاق. سم الفراق في البدن ما عادش له ترياق، وبيبعدوك يا وطن وافضل وجع مشتاق. مسروقة منا الحياة حتى صراخ مسروقة منا الحياة حتى صراخ ونموت على سكتك ولا ننكتب عشاق، ولا ننكتب عشاق، ولا ننكتب عشاق.